لم يكن يحمل سلاحا، ولم يكن يرتدي زيا عسكريا. كان شابا بسيطا يحمل دفترا في يده يكتب فيه كلمات عن الوطن، عن الحرية، عن كرامة الإنسان. اسمه سعيد بن مزيان، طالب في الجامعة. كان يحضر خفية اجتماعات سرية مع رفاقه يوزعون مناشير تطالب برحيل الاستعمار الفرنسي عن الجزائر. الجزائر سنة 1956. في ظهيرة حارة خرج سعيد من قاعة المحاضرات ابتسم لصديقه وقال: حررنا الكلمة وسنحرر الأرض. لكنها كانت الابتسامة الأخيرة. سيارة سوداء بلا لوحات توقفت أمام الجامعة. خرج منها رجلان بملابس مدنية. خطفوا سعيد أمام الطلاب ولم يسمع له أثر بعدها. بعد يومين عثر على جثته ملقاة على حافة واد خارج المدينة، رصاصة واحدة في الرأس، وعلى صدره ورقة كتب عليها: هكذا يكون مصير من يحرض الشعب. لم تكن قصة سعيد حالة نادرة، بل كانت واحدة من آلاف القصص التي حدثت في الجزائر وتونس والمغرب ودول إفريقية عديدة. اغتيالات سرية للناشطين الوطنيين دون محاكمة تمت بأوامر مباشرة من جهاز الاستخبارات الفرنسية لتصفية أي صوت يجرؤ على قول كلمة. استقلال. لم يحاسب أحد، لم تفتح ملفات، ولم تذكر أسماءهم في كتب التاريخ الرسمية الفرنسية، لكن الذاكرة تحفظهم كشموع أطفئت ليبقى الظلام، ثم عاد النور من دمائهم. لم يكن سلاح الاستعمار فقط في المدافع والدبابات، بل في الخوف والاختفاء والتصفية الجبانة. لكن التاريخ لا ينسى، وصوت الشهيد ولو اسكت يبقى حيا في صدور الشعوب.